يا أهلا بيكم مرة تانية. النهاردة بنغوص في موضوع حساس وبيمسنا كلنا: الذنب والخزي أو الحياء. إيه الفرق بينهم؟ أهلا بيك. والموضوع ده بالذات المصادر اللي معانا بتعرضه من زوايا مختلفة جدا، يعني في وجهة نظر نفسية وفي الدينية الإسلامية. بالظبط. معانا أبحاث بتتكلم مثلا عن الذكاء العاطفي وتأثير المشاعر دي، وفي نفس الوقت في تركيز على مفهوم الحياء في الإسلام ودوره الأخلاقي. هدفنا نفهم الفروق دي كويس. تمام. ويمكن نبدأ بالتحليل النفسي اللي بيحذر شوية من الخزي ده. أيوة، زي مثلا ما بتقول بريني براون الباحثة المعروفة، في فرق جوهري مش كده بين الذنب والخزي. صح. الذنب عادة بيكون مرتبط بفعل معين، حاجة عملناها غلط، يعني بنقول أنا عملت حاجة وحشة، وده ممكن يبقى مفيد لو هيحفزنا نصلح. يعني دافع للتغيير للتصحيح. بالظبط. لكن الخزي بقى لأ، ده بيروح لمنطقة أخطر بكتير. ده مش عن الفعل، ده عن الذات نفسها. اللي هو إحساس أنا شخص وحش. تماماً. أنا معيوب، أنا مش كفاية، مستاهلش الحب أو القبول. وده شعور مدمر جداً للصحة النفسية، يعني المصادر النفسية بتوصفه بالسام. هم. مدمر فعلا. وهنا بقى المقارنة مع المنظور الإسلامي بتبقى مثيرة للاهتمام قوي، لأن كلمة الحياء ليها وزن مختلف خالص. أيوة جداً. في الرؤية الإسلامية الحياء مش مجرد شعور سلبي بالخجل أو النقص زي الخزي اللي بنتكلم عليه نفسياً. لا، إزاي؟ لأ، ده بيعتبر فضيلة أساسية، يعني في حديث بيقول الحياء خلق الإسلام، هو مكون رئيسي في الشخصية الأخلاقية. يعني ليه دور إيجابي؟ طبعاً. هو زي بوصلة جوه الواحد بتخليه يراجع نفسه، يقيم أفعاله، هو قريب ولا بعيد عن القيم اللي بيؤمن بيها، هو مرتبط قوي بالهوية الأخلاقية. وده اللي بيفسر المقولة الشهيرة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني غياب الحياء بيفتح الباب لأي حاجة؟ بالظبط، بتلخص أهميته كوازع داخلي. بس الموضوع أعمق من كده، عشان كده الإمام الماوردي زي ما المصادر بتقول قسم الحياء ده لمستويات. إيه هي المستويات دي؟ بتوضح أكتر. امم هما 3 أساسيين. الأول وده الأهم، الحياء من الله، يعني الواحد يبقى واخد باله من أفكاره وأفعاله حتى وهو لوحده خالص، حاسس إنه دايما متشاف. رقابة ذاتية عليا يعني. أيوه. التاني الحياء من الناس، وده الجانب الاجتماعي، السمعة، احترام العرف الكويس في المجتمع. والتالت بقى وده مهم قوي، الحياء من النفس. الحياء من النفس إزاي دي؟ يعني الواحد يستحي من نفسه لو عمل حاجة غلط أو حتى فكر في حاجة مش مظبوطة، حتى لو محدش تاني شايفه ولا عارف. القرآن أشار للمعنى ده بالنفس اللوامة. النفس اللوامة، يعني لوم داخلي. بالظبط. وهنا بنشوف إن المستوى الأول والتالت، الحياء من الله والحياء من النفس، دول مش معتمدين أصلاً على الناس شايفين إيه ولا بيقولوا إيه، دي حاجة جواك. بتنبع من قيم داخلية وتربية أخلاقية. تماماً. عشان كده بنرجع لفكرة الهوية تاني. الحياء بالمفهوم ده جزء أصيل من هويتنا الأخلاقية كأفراد وكجماعة. طب ده معناه إنه صعد نفصل بينهم؟ يعني لو شلنا الحياء ده كأننا بنشيل حتة من الهوية؟ هو ده النقاش اللي بتطرحه المصادر. التحدي بقى في التمييز. يعني في فرق بين حد بيغلط، كلنا بنغلط، بس بيحس بالندم والحياء اللي يخليه عايز يصلح ويتوب، وبين حد تاني بيستهتر بالقيم دي وبيحاول يكسرها في المجتمع. ده ممكن يكون فقد الحياء الإيجابي ده. فاهم. في مقولة كانت قوية قوي بتلخص المستويات دي اللي ذكرتيها، كانت في المصادر برضو. المقولة اللي بتقول اللي بينصح بيها أب ابنه: يا بني، إذا دعتك نفسك إلى كبيرة فارمي ببصرك إلى السماء واستحي ممن فيها. يعني ربنا. أيوة. فإن لم تفعل فارمي ببصرك إلى الأرض واستحي ممن فيها. الناس. بالظبط. فإن كنت لا ممن في السماء تخاف ولا ممن في الأرض تستحي فعد نفسك في عداد البهائم. يا تعبير قوي جدا. فعلا بيوضح إن الحياء ده هو اللي بيميز إنسانية الإنسان عن مجرد الغرائز. طيب، لو حبينا نطلع بخلاصة مركزة من التحليل ده للمصادر كلها، نقول إيه؟ ممكن نقول إننا محتاجين نميز كويس قوي بين 3 حاجات. أولاً، إحساس الذنب الصحي اللي هو الندم على فعل معين وممكن يكون مفيد ويدفع للتصحيح. تمام. ثانياً، الخزي السام اللي هو إحساس بالدونية وازدراء الذات، وده مرفوض ومدمر نفسياً. وده اللي حذرت منه التحليلات النفسية.
بالظبط. وثالثاً الحياء بالمفهوم الإسلامي اللي هو أقرب لبوصلة أخلاقية داخلية، فضيلة، جزء من الهوية، وده ليه جوانب إيجابية وبناءة مهمة جدا. يعني الوعي والذكاء العاطفي هنا مهمين عشان نفرق صح بين الحياء اللي بيبني والخزي اللي بيهد، سواء كان جاي من جلد ذات زيادة أو ضغوط مجتمع ظالم. فعلا لازم نفهم السياق كويس ونعرف نميز إحنا بنحس بإيه وليه، وفهم مستويات الحياء في الإسلام بيضيف بعد وعمق مهم قوي للموضوع ده. أكيد. طب ده يخلينا نسأل سؤال أخير يمكن للتفكير بعد كده. اتفضل. إزاي نقدر كمجتمعات وكأفراد نغرس قيمة الحياء الإيجابي ده اللي مرتبط بالقيم الحلوة والأخلاق من غير ما نقع في فخ الخزي المؤذي اللي بيحطم الناس أو بيخليهم خايفين بس من كلام الناس؟ سؤال مهم جدا. يعني إزاي نخلي المحاسبة تيجي من جوانا، من ضميرنا، مش بس خوف من اللوم أو العقاب الخارجي؟ إزاي يبقى حياء بناء مش خزي هدام؟